احد اكبر المشكلات اللي بتواجه اي اتنين لسه متجوزين ان قبل الجواز حماده وبعد الجواز حماده تاني خالص. بصوا انتوا لازم لا مفر ان بعد الجواز هتكتشفوا ببعض حاجات ما بانتش نهائي وقت الخطوبه، مهما كانت الخطوبه طويله ومهما عرفتوا بعض قبل الخطوبه حتى، وده طبيعي جدا. كنتوا مخطوبين وبتتقابلوا حتى لو كل يوم كام ساعه، دي حاجه مختلفه تماما عن اللي هتعيشوه مع بعض في بيت واحد، كل واحد فيكم بعاداته وتقاليده اللي جاي بيها من بيت اهله. عشان كده بلاقي اغلب اللي بيتجوزوا اول الجواز بيتصدموا، اول شهر ده بيبقى صعب، يتصدموا ويسكتوا، لكن من تاني شهر تبدا المشاكل، بعد شهر العسل على طول، لانكم بتبداوا تتكلموا عن الاختلاف ده لبعض بنقد، ممكن من ابسط الحاجات يحصل بسببها مشكله. ايه ده ما بيشيلش حتى الكوبايه من مطرحها، ايه ده دي بتصحى الظهر، ايه القرف ده بيطفي السجاير في التويلت، ايه ده دي بتهتم بنفسها اكتر من البيت، ده بياكل بايده، دي مش بتصحى تعمل لي فطار قبل ما انزل الشغل زي ماما، وهكذا وهكذا وهكذا، وخد من ده كتير قوي بقى. وكل واحد فيهم فاكر ان التاني بيعنده او بيضايقه بقصد، مش واخدين بالهم ان ده مجرد تعود وعادات نشأوا عليها كل واحد في بيته، عاش بيها اكتر من 20 سنه واكتر. هو ما بيشيلش كوبايه من مطرحها عشان ماما علمته كده، هي مش بتصحى تعمل لك فطار قبل ما تنزل علشان في بيتهم كان كل واحد بيعمل فطار لنفسه قبل ما ينزل. محدش فيهم وحش، محدش بيعاند التاني، انتوا اتربيتوا على حاجات مختلفة حتى لو كانت غلط. فكرة هنا مش انها صح ولا غلط، فكرة ان انتوا اتعودتوا عليها، فبدل ما تنتقدوا بعض وكل واحد يقول للتاني انت مش بتعمل كذا والمفروض تعمل كذا، ده مش هيحل. هتقعدوا تتكلموا مع بعض وتوصلوا لحلول وسط، كل واحد فيكم لازم يتنازل في جزء قصاد التاني. معلش يا حبيبي ممكن بعد الاكل تشيل مكانك على الاقل، لان ده بيحسسني بتقدير منك. معلش حبيبتي ايه رايك لو مره في الاسبوع تصحي نفطر مع بعض انا وانتي، وده الصح. لكن حد فيكم يحاول يغير التاني ويحاول يبرمجه، ده مش هيحصل، وهيحصل بقصادها تصادمات كتير، لان الطبع غلب التطبع. لكن احنا هنا في الجوازه دي هنحاول نوصل لحلول وسط مريحه للطرفين، لغايه ما انتوا تبنوا عاداتكم وتقاليدكم المشتركه لبيتكم واسرتكم في المستقبل، تبقى بتاعتكم انتوا اللي هتربوا ولادكم عليها. فاستحملوا بعض واعرفوا ان الاختلاف ده طبيعي.